مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وتحية لكم كبيرة من قناتكم المفضلة عادل نيوز. هذه الحلقة هذه غادي نشوفوا اشنو المعنى نتاع الانفصاليين الريفيين اللي افتتحوا مكتب تمثيلي لجمهورية الريف بالجزائر. هنا المخابرات الجزائرية احنا عارفينها باللي كتمول الريفيين اللي كيدعون على أنهم انفصاليين من أجل تأسيس ما يسمى الحزب القومي الريفي. وهنا الكبرانات كيخدموا باش يجمعوا بعض المنتسبين لهذه الشبكة نتاع الابتزاز بالانفصال، وخاصة كيجمعوا هاد الانفصاليين من أعضاء حركة 18 شتنبر لانفصال الريف. وهذا الشيء كامل هذا من أجل الإضرار بمصالح المغرب بخطوات ثابتة في جميع القطاعات والمجالات. هنا الجنرالات نتاع الجزائر كيخطوا لإنشاء هذا الحزب هذا الوهمي عبر تجنيد عشرات الريفيين المقيمين في أوروبا. وهنا الدور على أغلبهم كاين النائب البرلماني السابق المطلوب لدى القضاء المغربي بتهمة تهريب المخدرات. هذه وحدة. وزيد عليها كتأكد المصادر على أن الأموال التي يمول بها الجنرالات هؤلاء الانفصاليين فهي من أموال الشعب الجزائري الذي يعيش تحت وطأة الفقر وقلة فرص الشغل، وبلاده تتوفر على كمية هامة من النفط، إلا أن الجزائر تجرب كل الوصفات من أجل الخروج من عزلتها الإقليمية والدولية، لا سيما وأن الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء تتسع رقعته. وهنا كما قال في إحدى السياقات، وأوضح بأن رئيس مركز التفكير الأمريكي للسياسات العالمية قال بأن الوقت قد حان للجزائر، وهي الطرف الوحيد في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وهنا كان كيهدف للتواصل إلى حل سياسي في إطار السيادة الوطنية للمغرب، معلنا كذلك على أن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشمال إفريقيا إلى المغرب والجزائر حسب المقال نفسه قال إنه يتعين على الجزائر الانخراط في إيجاد حل بناء لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وهنا مركز التفكير الأمريكي للسياسة العالمية سلط الضوء أيضا على الموقف الثابت للولايات المتحدة الداعم لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل طي الملف نهائيا لهذا النزاع المفتعل. وزيد عليها كان إشارة إلى أن المغرب يواصل نهج سياسة اليد الممدودة تجاه الجارة الشرقية، ولكن لن يصدر عن المغرب أي سوء ولله الحمد أو شر يستهدف الجزائر. لكن احنا كنعرفوا الكبرانات نتاع الجزائر دائما يعني يتراجعون عن هذه اليد الممدودة فقط لنشر الشر والحرب في شمال
افريقيا. لان سيدي هما قال لك الجزائر قوه ضاربه، يعني ما خص حتى دوله تنافسهم. زياده على ذلك حنا كنعرفوا بان الخبز نتاع الجزائر متواصل من قصر المراديه الى في اتجاه المغرب. وهنا دابا اش دارت الجزائر سيدي؟ دابا الجزائر بوليزاريو طلعت لها فراساتها، يعني بوليزاريو رجعت الجزائر من افقر الدول في العالم. راه ما يفوق 70 سنه والجزائر كتخسر على البوليزاريو من اجل الصحراء الغربيه المغربيه، وما صورت منها ولا شيء. يعني الرابح الاكبر في هذه القضيه هو عصابه مرتزقه البوليزاريو. الجزائر بغات تمشي بواحد الطريق جديده عاوتاني، قالت راه نجيب دوك الانفصاليين عاوتاني نمولهم شويه باش ينوضوا عاوتاني يديروا ديك كما كيقولوا، يعني تمولهم من اجل ضرب الوحده الترابيه المغربيه عاوتاني واحد 50 ولا 60 سنه اخرى، ودائما بدون فائده وبدون نتائج. ومن هذا المنبر هذا انا كمغربي كنقول لهذوك الانفصاليين او ما يسمى اللي كيسميو راسهم انفصاليين، يعني مشيتوا للجزائر عرفتوا فين تمشيو، وراكم غادي تشبعوا فلوس من عند حاضرة الكبرانات بصحتكم اموال الشعب الجزائري. ونهاية الفيديو والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.